كان هناك رجل مسن يعيش في قصر بالرياض، عندما سافر أبناؤه لقضاء رمضان مع أقرابهم. رفض السفر معهم لرغبته في الراحة. بعد صلاة العصر، قرر استخدام المصعد للوصول إلى الطابق العلوي، وعندئذ انقطعت الكهرباء وحبس في المصعد. قضى 6 ساعات في الظلام، مما جعله يفكر في نعم الله عليه. فكر في قصة يونس عليه السلام والذين حبسوا في الغار، ودعا الله في هذه اللحظات. عاد التيار، لكن المصعد لم يتحرك. ظل يدعو حتى عاد التيار مرة أخرى، وخرج من المصعد بإحساس عظيم بالتقدير للنعم. أدرك أن النعم لا تقدر بالأموال أو السلطة، بل بالحرية والصحة والعافية. فالرجل مهما كانت نعمته يبقى ضعيفا ويحتاج لله في كل لحظة. وهكذا يعلمنا الموقف أن الفرج يأتي من الله، وأننا نحيا بحقيقة بما نملك من نعم الله علينا، حتى لا ننسى النعم.